السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا نوفيل فيديو اللي راح تشوفوا فيها الجزء الثاني من تحضيراتي العرس خويا. اللي ما شافتش الجزء الاول راح نخليكم الرابط في صندوق الوصف، واللي اول مره تدخل قناتي نقولها مرحبا بك. انا وسام صاحبه قناه زناناس كيوت. ما تنساش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم ما هو جديد، وتبارطاجي القناه مع اصحاباتك باش تستفادوا كامل. بون الخطره اللي فاتت في الفيديو السابق حطيت لكم بديت لكم في التحضيرات يعني بالحوايج اللي ماهمش رايحين يفسدوا، منهم لي سيرفيتون بابي سواء تاع العشاء سواء تاع القهوه، ومنهم الديكور تاع لي غاتو. بديت لكم بالديكور تاع الحلوه الاولى وهي حلوه الكعكات. خدمت لكم الورده 3 دي بلا باتا سكر. الخطره هذه راح نخدم لكم ديكور تاع النوع الثاني واللي هو حلوه الملوك، يتخدم بلا باتو شوكولا. بون هنايا لاباطو شوكولا انا مالفه نخدم بلا مارك فيزيون، ماركه تركيه. هذه الخضره ماهيش متوفره في الاسواق. خدمتها انا بيدي وصورت لكم الوصفه، راح نحطها لكم في فيديوهات قصيره باه ما يجيكمش الفيديو هذا طويل بزاف. بون كيما راكم تشوفوا هنايا راني نحط فيها في المول، نشكل فيها بالمول. تجي الحبه تاع الديكور مفينيه بيان خلاص وما فيهاش حتى تشققات، و ميم طون ماهيش راح تيبس، يعني راح تبقى طريه. يعني الحبه تاعكم تاع الكاطو راح تتكل كامل. هذه هي الحاجه المليحه في لاباط وشوكولا، يعني ماشي كيما لاباط سكر. وهذه هي هنايا راح نقول لكم ثانيه راكم تقدروا ديروها كمشروع هذا لاباط وشوكولا وتبيعوها للحلواجيات ولا اللي يبيعوا لواسم الحلويات. ثاني حاجه خدمتها واللي هي وما فزتليش هي اشباح الصفرة. خدمت تقريبا 350 حبه ل 400 حبه هكاك. طيبتها ومسحتها وخليتها بردت مليح. من بعد حطيتها في بورتمونجي كبيره وخطيت عليها بالبابي فيلم. من بعد حطيتها في الكونجيلاتور بالبابي فيلم عفوا، وزدت لها الغطاء تاع البورتمونجي باه ما ديرش هذيك الريحه تاع الفريجيدير، و ميم طون ماهيش رايحه تتندى لكم. حطيتها في الكونجيلاتور نهار العرس، جبدناها مديناها ديريكتومون للطباخ، حطها في السيرو والسلام عليكم. بون هنايا الحاجه الثالثه ثاني اللي خدمتها اللي هي شخشوخه الطاجين. انا هنا وجدتها لشات الحلال، العشاء تاع ليله شات الحلال. بون راح نحط لكم الوصفه تاع شخشوخه الطاجين بالتفصيل ممل في هذا الفيديو. ما تخرجوش حتى تهزوا الوصفه ناجحه 100%. بون هنايا واش عندنا 700 غرام تاع سميد، سميد رقيق. انا درت كنزه، تقدروا ديروا المتوسط ثاني. درت 100 غرام تاع فرينه، وعندنا ملعقه صغيره بومبي تاع الملح. اللي ما عندوش الميزان كيفاش راح يدير 700 غرام و100 غرام تاع الفرينه. عندكم البول تاع الشوربه هذاك المتوسط، يعني ماشي صغير تاع لي سيرفيس وماشي الكبيره خلاص. هذاك المتوسط هذاك يهز لكم 700 غرام تاع السميد. والبول تاع الحليب اللي تشربوا فيه الحليب نورمال تاع لي سيرفيس هذاك يهز لكم 100 غرام تاع الفرينه، وملعقه صغيره تاع الملح تكون بومبي. تبقى تجمعوا فقط بالماء حتى تكون لكم هنايا عجينه تكون متماسكه بصح ماشي ماهيش جاريه ولا مبلوله بزاف، يعني راح تكون شايحه. من بعد تبقاو تضيفوا الماء بشويه وتعجنوا، تضيفوا الماء بشويه وتعجنوا. بون هذه الخطره راني ما استعملت لكمش البيتخا وما درت لكمش خاطر ما كنتش كامل عندكم لي بيتخا. وثاني حاجه حبيت ما قطعت لكمش من الفيديو باش تشوفوا العجينه بالضبط كيفاه تولي ولا كيفاه تعجن. وهذه هي.
بون هنايا شوفوا العجينه تاعنا كيفاه ولات طريه. ما نقولكمش تتلاصق خلاص يعني عادي. و ان ميم طون شوفوا كيف درت لنا هاد الفقاعات، يعني هاد لي بالون، يعني لهنايا تعرفوا باللي العجينه تاعكم باللي راهي شبعت ما، و ان ميم طون راهي تعجنت بيان خلاص، يعني ما تحتاج انكم تزيدوا لها. تغطيوها بنيلون تاع سني ولا اي ساشي وتخليوها تقعد ترتاح على الاقل عندكم 10 دقائق لربع ساعه، يعني على الاقل يعني يكون عندكم الوقت وماكمش مزروبين بها. تقدروا تخليوها حتى ساعه ساعتين، بالعكس راح تزيد طاوعكم في الخدمه من بعد بزاف. من بعد تمسحوا يديكم بالزيت وتبداو تلوزوا لاباط نتاعكم. لهنايا في التلواز اذا لوزتوا الحبه تاعكم صغيره بزاف، يعني عادي صغيره، راح تطيح لكم تقريبا هذه الكميه تاع 700 غرام سميد و100 غرام فرينه، راح تطلع لكم تقريبا 20 حبه. اذا كنتوا لوزتوا الحبات تاعكم شويه كبار راح تطلع لكم 16 حبه هكاك. لهنايا بعد ما تلوزوها كامل ما تنسوش تمسحوا السني تاعكم ولا البلاطو اللي حطيتوا عليه بالزيت. وبعد ما تكملوا تلوزوها ثاني تمسحوها حتى هي الحبات تاعكم كامل بالزيت وتغطيوهم بالنيلون. من بعد تزيدوا تخليوها ترتاح مده تقريبا حتى هي ربع ساعه ل 20 دقيقه. ومن بعد انا ما خليتهاش انا ارتحت بزاف وبديت نحل فيها، وشوفوا كيفاش جات يعني شفافه وتطوط عادي. ما شقتنيش بزاف في الخدمه. وهذه هي بعد ما تكملوا تطيبوها وتخليوها تبرد كامل. كاين اللي طيبها هكاك برنوس، يعني حبه فوق حبه، كما كاين اللي طيبها يعني كل ورقه وحدها ويقصها. طريقة الاحتفاظ بشخشوخة الطاجين لمدة طويلة: بعد ما تطيب وتبرد تقصوها مربعات وتفوروها التفويرة الأولى وتقسموها على لي ساشي دو كونجيلاسيون وتحطوها في الكونجيلاتور. الوقت اللي تحتاجوها تجبدوها وتفوروها وتخدموا لاصوص تاعها فقط، وشاهية طيبة. وصلنا نهاية الفيديو، ما بقى لي غير نقول لكم نلتقيو في الجزء الثالث مع وصفات جديدة. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. تعليقاتكم تهمني، لايكاتكم ما تبخلونيش بها. سلام.